علاش فرنسا تخاف هاد الولاية الجزائرية وقالت مزيدش نرجع ليها خلاص؟ دير ابوني وتبعني. في ولاية بسة بالضبط جبل الجرف وين صرات معركة بين الأشباح والجنود تاع فرنسا. راح تقولي علاش فرنسا ما فهمت والو؟ 300 جندي جزائري ضد 40 ألف جندي فرنسي. فرنسا سمعت بلي كاين 300 مجاهد جزائري في جبل الجرف في تبسة، عليها جابت الجيش ديالها وحاصرت الجبل، وقالت بلي معركة صغيرة ونفروها، وبدات تضرب قاع القوة تاعها، الدبابات المدافع والقصف. الحالة تخلطت خلاص، قالت فرنسا بلي ربحت خلاص، ما كانش تعرف واش كان يستنى فيها. الجيش الجزائري عرف كيفاش يحارب ودار خطة محكمة. تم تقسيم الجنود إلى أفواج صغيرة، وكل فوج كان يضرب بقاع القوة دياله. الأسلحة كانت بسيطة، بصح قدرت تقتل 600 جندي فرنسي. هذا خلى فرنسا تسحب قاع القوات تاعها من الجبل، وخلاص الحصار، وفرنسا تعرضت لأكبر هزيمة. حسبت لا راح تحارب مزارعين، بصح لقات روحها خاسرة كلش، بيسك احنا كنا أصحاب الأرض، احنا هما الجزائريين. بانتصار كبير للجزائر، وكان بداية انتصارات أخرى وتحرير الجزائر.